لو هتشتري اي موبايل مستعمل يبقى لازم تعمل الحركة دي. اول حاجة هتخش على الاعدادات او السيتنج، وبعدين هتضغط على اباوت فون او حول الهاتف لو انت عندك بالعربي، وبعدين هتنزل تحت عند ديتيلز انفو اند سبيسز، وبعدين هتنزل تحت عند كيرنيال فيرجن، تضغط عليها كذا مرة كده لحد ما يفتح معاك بالشكل ده. ومن هنا هتقدر تعمل تشيك لكل حاجة عندك على الموبايل، الكاميرا، السوفت وير، البطارية، اي حاجة عندك على الموبايل هتقدر تعمل لها تشيك. يعني مثلا هنجرب معاكم مثلا السوفت وير فيرجن. هنا ده مثلا لو دوست ايرور كده بالشكل ده، هنا بيقول لك سيم تيست ان هو انت ما عندكش خطين، في خط واحد بس في الموبايل، لو انت موبايلك بيدعم الخطين هتدوس ايرور. تمام. هنا بقى لو جاب لك علامه اوكي دي متفعله هتدوس عليها كده كده، معناه ان السوفت وير عندك تمام ما فيهوش حاجه. لو كتب لك كلمه بس بعد ما تدوس اوكي، مثلا دخلت على حاجه تاني وجاب لك ان هي ايرور على طول، يبقى انت هتدوس ايرور وكده الحاجه دي عندها فيها مشكله عندك. تمام. مثلا هنجرب الشاشه. عندنا هنا الشاشه تبدا تعمل كده تخطي عليها، تمام، عشان تتأكد ان كل الشاشة تمام سليمة، وهتنزل كده بعدين هتطلع. لو ما جابلاش كلمة باس يبقى كده الشاشة عندك فيها مشكلة. تمام. فأحسن ان انت ما تشتريش التليفون ده. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. كان معكم اياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. ويلا انزل اشترك في القناة عشان تدعموني، وانا ان شاء الله بعد دعمكم. مع السلامة.